السلام عليكم، معكم نور. النهاردة هنعمل فراخ جميلة جدا بطريقة حلوة قوي. تعالوا معايا كده نعملها. اول حاجة سخنت طاسة كبيرة وحطيت فيها معلقتين كبار من الزبدة. انا النهاردة مش هحط زيت، هي زبدة. وبعد كده قمت بشرة عشان قبل ما الزبدة كده تتحرق. بشرت بقى بصلاية كبيرة، انا عايزة ابشرها بشر خفيف، يعني مش مضروبة حتى في الكبة، مبشورة بالراحة كده وانتوا بتشغلين عشان ايديكم ما تتعورش. هي بتعذب شوية بس بصراحة بتطلع البشرة خفيف قوي، مش بيبان في الاكل. انا مش عايزاها تبان. هنقلب بقى ده كله على نار هادية. واول كده ما تحسي ان البصل بدأ يدبل معاكي، هننزل بالفراخ. الفراخ دي متبلاها من قبلها بنص ساعة. حطيت عليها فلفل اسمر، كمون، ملح، توم باودر، بصل باودر. حطيت حبهان مطحون. ممكن تحطي عليها رشة من الكاري او الكركم، ده انت لو عايزة تغيري لونها شوية كده. وبتسيبيها نص ساعة. بعد كده بتنزلي عليه البصل وهو سخن قوي، تعلي بقى النار وتنزلي بالفراخ عشان الفراخ ما تنزلش مية. لازم تعلي النار وقت وانت بتحطي الفراخ. هنسيبها بقى تاخد لون من تحت. طبعا احنا معليين النار شوية. اول ما تلاقي بقى مسكت نفسها كده وغيرت اللون، طبعا بنوطي النار تاني وبنبدأ بنقلبها يا دوبك بس تقلب اللون اللي هو الابيض ده. هبدأ بقى اقلبهم واحدة واحدة كده بالراحة، طبعا عشان برضو الفراخ من الجهة تانية ما تنزلش مية. الحركة اللي احنا عملناها دي بنقفل المسام بتاعة الفراخ. الموضوع ده ممكن تعمليه بأي قطعية من البانيه، صدور أو وراك، براحتك. بدأت بقى أديها على كل وش شوية لحد ما تاخد لون حلو كده وتعمل اللي هو العلامات البني اللي فيها دي من الأطراف. دلوقتي هي خدت اللون اللي أنا قلتلكوا عليه، اللي هو اللون البني كده صغير، علامات صغيرة كده، وبدأت تدخل في السوا. انا طحنت بقى في الكبة روزماري وزعتر وورق غار وحبهان برضو، وقمت حطاهم كده على الوش رشة. الاعشاب المجففة دي بتديها طعم تحفة. كده هي شربت السوائل اللي هي الزبدة والمية اللي نزلت من البصل، خدت لون تحفة تحفة تحفة. هبدأ كده بقى اشيلهم على طبق في الجنب كده واسيب الصوص زي ما هو، يعني بقية الصوص اللي نازل منهم هسيبهم زي ما هو، هشيل بس الفراخ. هحط كمان تاني معلقة من الزبدة كبيرة. الاكلة دي توصي شوية بالزبدة بتبقى حلوة قوي. جبت بقى كيسة من اللي هي صوص البيكاتا. هنقلبهم كده كويس. انتي ممكن تحطي نص الكيس لو الكمية قليلة، عايزة تحطي الكيس كله. انا كان ده نص كيس على الكمية اللي موجودة عن اللي انا كنت عاملاها. لو انتي عاملة كمية كبيرة ممكن تحطي الكيس كله. وتكون طبعا النار واطية خالص، بس اقل درجة عندك. وهنزل بكوباية من المية
تركية بقى من عندي عشان بحب طعم اللبن، حطيت نص كيس من اللبن البودر، يعني معلقتين كبار، وطبعا نص عصرة ليمونة كده. هنقلب بقى كل الكلام ده. لو لقيتي ان السمك تقل معاكي ممكن تخففيه تاني بمية، يعني كل ما تشربي السوائل خففيها بمية عادي. المهم بس تقلبي كده مع بعض عشان الحاجة تبقى كده داخله في بعضها ومفيش اي تكتلات. وحطيت بقى مكعبين من ماجي عشان انا لحد دلوقتي ما حطيتش ملح للفراخ خالص، هي يا دوبك رشه بسيطه وقت التتبيل. زودت بقى ميه لما لقيتها بقت متماسكه شويه كده، زودت لها ميه وقلبت. هتفضلي بقى تقلبي لحد ما التكتلات دي تخلص خالص وبقت بالشكل ده. هنزل بقى بالفراخ فيها. عايزه اقول لكم ان الفراخ دي خطيره بمعنى الكلمه، والله انا جوزي كلها لوحده، يعني كلها لوحده وكمان كلها من غير اي حاجه، مرضاش ياكل جنبها اي حاجه من حلاوتها. بس دي مع رز ابيض تحفه، انا كنت عامله جنبها رز ابيض ساده، كانت جميله جدا. جربوها وهتدعولي بجد. مكوناتها بسيطه واكله جميله جدا، هتدعولي. سلام.